شايفين بقى الجبنه التحفه الجميله دي؟ شايفين عامله ازاي؟ حاجه كده عاملينها من البيت، حاجه في منتهى الجمال، حاجه كده انت اللي عاملاها بايدك. هنشوف بقى طريقتها ازاي دلوقتي، وهنعملها ازاي بمكون موجود عندنا في البيت وسهل وبسيط ان شاء الله. بقى ايه، نبتدي مع بعضينا ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاه تهدينا وتغنينا وترضينا. وهنشوف بقى طريقتنا ايه، هنعملها ازاي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وباحسن حال ان شاء الله. بقى من دلوقتي انا هعمل معاكم بقى وصفه بقى جميله. طبعا احنا كلنا بنسيح سمنه اللي هي الزبده، وبنطلع منها طبعا اللي هي المرطه اللي زي دي كده. فطبعا المرطه دي ساعات ولادنا ما بيرضوش ياكلوها ويقولوا لا وحشه وطعمها وحش والكلام ده. احنا دلوقتي هنعمل بيها بقى طريقه جبنه جميله. طبعا الجبنه دي بتتباع في السوبر ماركت، وولادنا برضو بيقولوا هاتوها، وبتبقى عامله زي الجبنه القديمه كده، لونها بني كده، وايه بتبقى ايه اسمها برضو جبنه قديمه كده. فطبعا احنا دلوقتي هنعملها بطريقه جميله وطريقه سهله، وتطلع معانا المرطه دي زي الجبنه القديمه اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. وهنشوف هنعملها ازاي دلوقتي. طبعا احنا المرطه زي ما انتم شايفين اهي، طبعا بتبقى جامده كده. احنا هنحطها دلوقتي في الكبه، وهنحط عليها بقى شويه لبن، ربع كوبايه لبن حسب الكميه اللي عندك. يعني انت لو عندك حبه اكتر من كده زودي اللبن، لو عندك زي دول او اقل، يعني ايه حسب ما تلاقيها ايه طريه معاك. فاحنا دلوقتي هنحط المرطه في الكبه. وقبل اي حاجه طبعا نسلم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف بقى ايه هنعمل. انا دلوقتي طبعا حطيت بقى ايه المرطه اهو في الكبه. طبعا لو عايزه تحطي معاها فلفل حامي حطي، لو مش عايزه تحطي فلفل حامي ما تحطيش، لو عايزه تحطي بارد اللي هو الرومي حطي براحتك انت بقى. وطبعا هنحط عليه اللبن. طبعا يا جماعه كلكم عارفين ان الجبنه اسعارها يعني غاليه، بقت الاسعار غاليه وحاجه كده فظيعه. فطبعا لازم تستغلي اي حاجه موجوده عندك في البيت، ما ترميش حاجه. يعني المرطه دي في ناس بترميها، ما ينفعش ترمي الحاجات دي، ممكن تعيدي تدويرها زي ما احنا هنعمل كده دلوقتي. تطلع معاكي جبنه في منتهى الجمال وتحفه، ولادك يحبوها وانت هتحبيها كمان، وهتطلع معاكي حاجه مفيده وحاجه جميله ومن البيت وفيها زبده. يعني المرته دي هتلاقي فيها برضو ايه، يعني ايه شويه سمنه كده، مش معقوله هتكون كده ايه بس، لا بيكون فيها برضو شويه ايه سمنه كده فيها، اللي هما بيدوها الطعم الحلو. فطبعا الحاجات دي ما بتترميش. فاحنا دلوقتي ايه هنحطها، حطينا اللبن اهو، حطينا طبعا المرته زي ما انتم شايفين، وهنحط بقى ايه معلقتين زيت كده، عشان طبعا المرته عشان فيها سمنه بتبقى طبعا جامده، لما بتقعد في التلاجة بتجمد، انما الزيت هيخليها ايه طريه معاكي كده وحلوه. ودلوقتي هنحط بقى طبعا الفلفل بتاعنا برضو. طبعا الفلفل ده اختياري، لو مش عايزه تحطيه ما تحطيهوش عادي. يبقى كده ايه حطينا كل الحاجات بتاعتنا، وهنبتدي بقى ايه نضربها. زي ما انتم شايفين بعد ما ضربناها في الكبه بقت عامله ازاي جميله، والقوام شوف عامل ازاي في منتهى الجمال. وطبعا انت ممكن تستغني عن الفلفل اللي هو الاخضر، وممكن تحطي شطه عادي، بس شطه حمراء عادي ممكن تحطيها. دلوقتي بقى هنحطها معانا ايه في العلبه بتاعتنا، تحطيها في التلاجة تستعمليها، تبقى يعني جميله وفي منتهى الجمال، احلى من اللي انت بتشتريها من بره كمان. يعني حاجه كده جميله، حاجه تحفه انت عاملاها في البيت براحتك وبالحاجه اللي موجوده عندك، وهيطلع معاكي احسن حاجه. احنا بقى دلوقتي هنحطها بقى في العلبه بتاعتنا، وهيطلع معانا احلى جبنه. طبعا انتوا عارفين يعني لو حاجه دلوقتي اسعارها بقت نار، فانت لازم في اي حاجه موجوده عندك في البيت تستعمليها وايه وما ترميهاش. يعني حرام ان انت ترمي الحاجات دي، كلها حاجات حلوه ومغذيه وحاجه من البيت. يعني ايه، مفيش حاجه احسن من كده. هي في منتهى الجمال اهي. هتحطيها طبعا في التلاجة، هتلاقي ايه مسكت شويه كمان عن كده، لان طبعا طبيعي ان المرطه بتبقى جامده، بس احنا حطينا بس شويه زيت عشان ايه تطريها كده وتخليها حلوه. طبعا جميله اهي وبمنتهى الجمال. ممكن عايزه تخرطي عليها الفلفل الاخضر حتت كده زي الجبنه البراميل اللي بنجيبها من بره، ممكن تخرطي عليها. عايزه تسيبيها زي ما هي كده ساده عادي براحتك خالص. المهم يعني ايه، متنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو، يعني مع ان انا بتعب في الفيديوهات دي والله العظيم. فان شاء الله كده ايه اشوفكم ان شاء الله على خير في وصفه جديده،
ومطبخ هند محمد. وما تنسيش طبعا بقى ايه لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. واشوفكم